التين البرشومي من الفواكه اللي انا بحبها جدا، ويخش في سلطات وفي حاجات حلوه كتير. هعمل لكم حاجه حلوه لذيذه قوي وسهله جدا وسريعه. جبت التين برشومي وحطيت حته زبده، وهستخدم كريم كراميل من كوكس عملت كريم كراميل جديد. هستخدم الكراميل كمان احطه مع الزبده اول ما تسيح، ووطي النار خالص. اهم حاجه نوطي النار ونحط بقى التين البرشومي. الطريقه دي اول طريقه ممكن تعملوه في الزبده والكراميل، ولو مش هتحبوا طعمه متكرمل كده كراميلايزد بلاش الخطوه دي خالص. استخدموا التين البرشومي دايركت على طول، قطعوه. بس هتحتاجوا ان انتوا تحمصوا شويه عين جمل في زبده او على النار بس من غير حتى اي حاجه خالص. هستخدم بقى كيس كريم كراميل من كوكس، وده احلى صوص هتجربوه. ممكن تعملوه بودنج لوحده كمان، وشويه الكراميل الفاضلين ومعلقتين كبار لبنه ومعلقه حليب، ونضربهم كويس كده. ومش محتاج سكر لان الكريم كراميل من كوكس مسكر. هنحطه بقى على التين وعليه كمان العين جمل. مش قادره اقول لكم طعمه يجنن. وزي ما قلت لكم ممكن تسكيب خطوه ان انتوا تحطوا التين في الزبده وتستخدموه دايركت على طول. جربوها بجد تحفه جديده ومختلفه. وتابعوني انا وكوكس. بون ابيتي.